يفك اهو. على بال بقى ما يفك طلعته من الفريزر. على بال ما يفك السمك معايا هحضر بقى الخلطه بتاعت التتبيله بتاعت السمك. معايا فلفل شطه بس مش حامي. معايا توم، شويه توم. معايا هنا كمون وملح وكزبره على شطه. ده بقى مكون سري، ده هقول لكم عليه، ده تتبيله السمك بيبقى خطير خطير. هقول لكم على المكون السري ده اخر الفيديو. استنى بقى لما نخلط ده كله في الكبه مع بعضه، نحط عليه التوابل واستنى السمك يفك وارجع اقول لكم ايه ده. السمك اهوت فك وغسلته كويس بالليمون وتبلته. فتحت الفتحات دي فيه عشان ايه التتبيله تدخل جواه ويبقى طعمه حلو من جوه. تبلته كويس ونضيف ومغسول كويس خالص. معايا دقيق اهوت، عليه شويه ملح وشويه كمون وشويه شطه عشان السمكه بقى تطلع مقرمشه. ومعايا زيت بقى على النار معايا عشان السمكه تطلع مقرمشه من بره وما تبقاش طريه بعد ما تبرد شويه. هقول لكم تعملوا ايه، بس هقول لكم المكون بقى السر اللي انتوا هتعملوا بيه السمك هيخليكوا السمك جميل. هقول لكم عليه. هحطها في الدقيق اهوت. بعد كده ايه، دي ميه. الميه دي فيها ايه، حاطه فيها معلقه من التوابل بتاعه السمك اللي انا حاشيه بها السمك. ميه عاديه من الحنفيه. هنزل بالسمكيه كده بسرعه بس. هنزل بقى السمكه تطلع مقرمشه خلاص. هعمل بقى السمكة التانية نفس الطريقة، برضه انزل بيها في المية على السريع عشان تقللي السمكية مقرمشة بعد ما تتحمر. كده بقى براحتها كده، وهوريها لكم في الآخر لما يتحمر وهوريكم شكله ايه من بره، وهوريكم القرمشة عاملة ازاي فيه. السمك طلع خلاص من الزيت، اتحمر اهوت. شكله جميل ولونه حلو خالص وناشف من بره خالص على فكره. ومهما يبرد معاكي هيبقى حلو، هيبقى ناشف زي ما هو مقرمش. ونسيت اقول بقى المكون اللي انا قلت لكم عليه اللي هيحلي السمك ويديله طعمه جميل. هتجيبي حته جنزبيل فريش. هو ده بقى السر اللي انا قلت لكم عليه، جنزبيل فريش، وتقطعيها وتخلطيها مع خلطه السمك. دي هتدي طعم وريحه حلوه كده ومزازه للخلطه، هتخليها جميله ان شاء الله. ان شاء الله يعجبكم، جربوها بقى. اشوفكم بخير.